سامي هو في بلجيكا. This Moa game in the 14th of July I go back. انا هرجع 14/7 بلجيكا بعد ماتش سموحه. I think the intention by me is to النية عندي انا ان انا اكمل سنتين في وادي دجله. I have a project in mind. انا في another 2 seasons. سنتين جايين. Project in mind was المشروع اللي في دماغي ان انا اول سنه اول سنه اجي فيها مصر ان انا احافظ على الفريق في الدوري الممتاز ونبقى في الدوري الممتاز، وده اللي احنا عملناه. We have to put the thing our ambitious higher next season. الطموح بتاعنا لازم يعلى السنه الجايه. The club has to bring some good players also. النادي لازم يجيب لعيبه احسن كمان علشان الطموح هيعلى. Position 7-8 next season. عايزين نلعب في نص الجدول المركز السابع او الثامن السنه الجايه. وبعد كده السنه الثالثه في الكوره لازم ابقى واقعي، مش هنكسب الدوري، لا لازم ناخدها خطوه خطوه. السنه الثالثه لو انا لسه موجود عايز العب على المركز الرابع والخامس، ساعتها وظيفتي انتهت في وممكن اروح ساعتها لنادي تاني في مصر لان انا عاجبني الدوري هنا. I will ask you about this, but Mr. Magid Sami told me that he put I think 5,060 pounds for winning the league. اللي يكسب الدوري هياخد 560,000 تقريبا. 2 مليون وللمدرب متهيألي 2 مليون دولار. لا 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 لا. Nothing indicated in my contract when we stay in Premier League. عادي بس ان احنا نقعد في الدوري الممتاز. But I hope I will have good negotiations with Mr. Magid Sami in Belgium. عندي تفاوض كويس مع مستر ماجد في بلجيكا. You know, then it goes on the financial part. ونقدر نحل نتفق على كل حاجة. من الناحية الفنية احنا متفقين. عارف النادي عايز نقعد. Now we will talk about the financial terms. احنا دلوقتي هنتكلم على الناحية المادية في قعدتنا مع بعض وبالتالي هنتفق. In case you leave. في حالة انك ما كملتش. Where are you heading? هتروح فين؟ In case I have not an agreement with Wadi Degla. لو ما كانش عندي اتفاق مع وادي دجلة. And to stay in Egypt. أحب إن أنا أقعد في مصر. In Egypt. Yes. To work with. Is there any negotiation with any another clubs? في أي مفاوضات مع أي أندية مصرية؟ في أندية كتير مهمة هنا نقدر نبقى معاها. But there's no negotiation with any. No. لكن ما فيش أي تفاوض. لا ما فيش أي تفاوض مع أندية مصرية. When I give my word, when I work by a club. لما بدي كلمتي وبشتغل مع فرقة وأقول للنادي إن أنا همشي ساعتها أقدر أتفاوض. لكن لما أقول إن أنا هقعد أنا هتكلم مع وادي دجلة بس مش هتكلم مع حد تاني. لكن لو ما حصلش اتفاق ما بيننا أقدر أتكلم مع فرقة تانية. Which of the Egyptian clubs you prefer to? إيه الفرق المصرية اللي تحب تدربها؟ في فرق كتير كويسة. Mention 2 or 3. قول 2 3. Okay, when I mention, I will mention. لما هقول I'm going to tell you one story. قصة واحدة بس هقولها. The most amazing club for the moment. فريق in Egyptian league. في اللحظة دي ممتع في الدوري الممتاز. فرقة المقصة. Captain Tarek. كابتن طارق يحيى عمل شغل كويس جدا معاهم، شغل رائع، بيلعبوا كويس، بتشوف طريقتهم حتى لما لازم يغيروا 2 3 لعيبه ده ما بيغيرش حاجه في الفريق عندهم، بيلعب على طول عشان يكسب. مدرب رائع. There are a lot of good teams here. If you see كان في فرق كتير كويسه هنا. انا احب فرقه امبي. لما نشوف امبي بيلعب very skillful players. لعيبه عندها مهارات. عندك طبعا الزمالك والاهلي وفريق الشرطه، فرقه منظمه جدا. There are a lot of interesting clubs. في انديه كتير. You don't have to relate them with me now. بس ما لهاش علاقه بيا دلوقتي. My concern is now وادي دجلة. انا همي الوحيد دلوقتي وادي دجلة. Can I ask you about your monthly salary and the other benefits you get? هل ممكن أسألك عن عقدك ومرتبك الشهري؟ My monthly salary is عقدي الشهري every month paid by the club. بيدفع كل اللي هقوله إن هو بيدفع كل شهر بالنادي. That's also in the difficult times we are. That's good. That's a kind of respect from the club. حتى في الأوضاع الصعبة اللي كنا فيها إن هم دفعوا الفلوس كلها للعيبة كل شهر وللمدرب. عارف الراتب الشهري بتاع مستر مانويل جوزيه؟ ما اعرفش الراتب الشهري بتاع مستر مانويل. احنا على طول مع بعض في المعسكر بتاع فيرمونت، اوتيل كويس، بنبقى احنا قاعدين احنا وهم فيه، وهو راجل كويس جدا وبنتكلم مع بعض بطريقه كويسه. But he did tell you about his monthly salary. لكن هو ما اتكلمش معاك في راتبه الشهري.
That's his kind. That's not my problem. دي حاجته هو، ماليش علاقة بيها، دي ماليش علاقة بيها. It's not also my case. ولا أنا كمان لي علاقة بيها. I don't talk about money. أنا ما ينفعش أتكلم على الفلوس. أنا مدرب كورة. أتكلم على الكورة بس. Of course I know that. أنا عارف ده طبعا. يعني كابتن هشام، يعني أولا واضح إن أنت مستمتع بالعلاقة مع مستر والتر موس، وأنا شايف إن هو شخصية جميلة. هسألك سؤال ده وهرجع أسأله له تاني. شايف المرحلة اللي هو بيطمع عليها انه عايز يبقى سابع او ثامن الموسم اللي جاي؟ ان شاء الله. انتوا محتاجين لاعبين من نوعية ايه ومراكز ايه من وجهة نظرك؟ احنا يمكن كان عندنا اجتماع قبل الماتش اللي فات، ان كان عندنا يعني الحمد لله عندنا يكون في الله ان احنا هنقعد ان شاء الله. يمكن هو دايما لما يبص لي يقول لي يس وي كان، اعرف يعني ابقى انا حتى متفائل، عارف ان احنا ان شاء الله هنعملها. عارفين ان كان في مشاكل عندنا في اول الموسم في اختياراتنا. يمكن انا اقول لك مفاجاه يا كابتن مدحت، نعم، ان شبيطه مثلا وعمرو عادل والاغا منضمين لينا قبل الدوري باسبوع او 10 ايام. فتره اعدادنا ما كملتش 35 يوم او 32 يوم. بالذات ان انت عارف حضرتك ان الممتاز به كان مخلص بدري، فكان عندنا شهرين، فكانت دي عندنا مشكله. فاحنا الحمد لله اتعلمنا. لكن احنا النهارده كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات، وقعدنا مع مستر والتر واتفقنا على بخطوط عريضه ايه المراكز اللي احنا جبنا بالظبط حوالي 7 لعيبه. يمكن حاطين حتى الاماكن اللي احنا محتاجين فيها. محتاجين جول، محتاجين سيرد باك، محتاجين يمكن احنا حتى حاطين في حته السيرد باك دي يكون اشول، محتاجين باك ليفت، محتاجين نص ملعب اشول، محتاجين ديفندر كويس، محتاجين 2 فراوده. احنا فعارفين الحمد لله 4 مين عشان نبدا من بدري، نبدا نركز في الهدف اللي ان شاء الله باذن الله حاطينه ان احنا نوصل له. لان برضه هكرر تاني، انا عارف ان انتوا حضراتكم كنتوا منتظرين ان وادي دجله يبقى في المنطقه اللي زي ما ظهر بيها انبي، ظهر بيها بتروجيت، ظهر بيها الانتاج الحربي السنه اللي فاتت، ظهر بيها مقاصه السنه دي. فالحمد لله احنا برضه احنا لسه عندنا امل، عندنا ماتشين وان شاء الله بندور على مركز، مش حته بس ان احنا قاعدين بس. وان شاء الله السنه الجايه بعد اضافه العناصر دي مع فتره اعداد محترمه الامور ان شاء الله. لكن ما اخترتوش اسماء بعينها؟ اخترنا بس دي اكون صريح مش هنتكلم فيها يعني. اوكي. اخترنا هو ضحك ان مش ممكن نتكلم يعني. اخترنا وحطينا اسامي كتير جدا في كل المراكز اللي احنا عايزينها، حاطين 1 و2 و3 اساس نبدا ان شاء الله باذن الله يعني ندور عليهم من بدري. اساس انت عارف برضو سوق الانتقالات في مصر بيبدا من، عارف حضرتك ممكن تلاقي سوق الانتقالات بيبدا مثلا من بين الدورين. الدورين تلاقي الناس يقول لك انا عندي ده فري وده عندي خلصان وده يعني احنا ما بنحترمش قوانين العقود اللعيبه يعني. فالحمد لله احنا ان شاء الله باذن الله بلجنه الكوره ان شاء الله تبدا نركز في ال6 أو 7 مراكز اللي احنا محتاجينهم ان شاء الله. Mr. Moyes, do you think that coaching for Wadi Degla club in Egypt league هل انت شايف ان التدريب في الدوري المصري a good chance for you to be selected in more popular clubs فرصة ليك ان انت تقدر تدرب في أندية اكثر أهمية او سواء في مصر او في الدول العربية؟ You talk now about my personal ambition. Yes, of course. تتكلم دلوقتي عن طموحي انا الشخصي. I came to Egypt because Mr. Magid أنا جيت مصر عشان مستر ماجد كلمني. Belgium. كلمني لما كنت في بلجيكا. And for me it was a challenge. وبالنسبة لي ده كان تحدي. Because you know I'm already a long time in football. لأن أنا بقالي فترة في الكورة، في كرة القدم. That is very difficult when you come from the second division وعارف to إنه the first. صعب جدا إنك تطلع من ممتاز ب للدرجة الممتاز ألف وتقدر تتأقلم بسرعة. ده اللي أنا كنت عايز أعمله. I wanted to create and I want still to create a club. أنا كنت عايز أخلق وما زلت لسه عايزين نخلق Egyptian players نادي. say oh that's nice to play نخلق نادي اللعيبة المصرية تقول يا ريت نيجي نلعب في وادي دجلة. بيلعبوا كرة إيجابية. بيلعبوا شغل باسنج كويس. تحب تتفرج عليهم. بيلعبوا دايما للفوز. When we can develop there ولما نقدر نعمل ده ده we are good we have also a possibility to go لما نقدر نعمل ده عندنا ساعتها الفرصة ان احنا نروح لليرسا لان مالك النادي عندنا طبعا مستر ماجد عنده نادي في بلجيكا نادي ليرز. that I came here to help with my experience دي الفكرة. the club
in the management. دي الفكره اللي انا جيت عشانها، ان انا احاول اساعد ازاي تتعامل في الدوري الممتاز، ان احنا نبقى نادي وضعه ثابت، وده لسه اللي انا عايزه. Maybe the يعني difficult question now ممكن ده يبقى سؤال صعب. which is the better for you? One, coaching for a North African clubs. تدرب نادي في شمال افريقيا. Clubs in the Arabian Gulf. نادي في منطقه الخليج. In Europe. أو أي نادي في أوروبا. When I talk about from my heart now, لو بتكلم من قلبي. I said I want to stay only by وادي دجلة. مش عايز أقعد غير في وادي دجلة. And to finish my work. وأنهي شغلي في وادي دجلة. How old are you, Mr. Walter? عندك كام سنة؟ I'm 40, 42, 43. ما قالش عنده كام؟ Yeah, I have a lot of experience. عندي خبرة كتير. But still I feel young. بس انا لسه حاسس ان انا شباب. اكيد واضح ان هو ما شاء الله 45 يعني فتره الاعداد اللي جايه خلاص، احنا السيزون فاضل عليه اسبوعين، هنخلص يوم 10 الشهر ده، والدوري اعلن لكم بدايته امتى؟ لا لسه ما حدش اتكلم في القصه. اعتقد هو في الاسبوع الاول من سبتمبر. هل حطيتوا تصور لفترة الإعداد، وهل هتبقى هنا ولا في الخارج في بلجيكا عند ماجد؟ شهر 10 شهر 9 ما هو أغسطس ده رمضان. ما هي دي قصة يا كابتن مدحت بقى. ما هي دي قصة بقى. عارف حضرتك انك تعمل يعني ممكن إعدادكم يبقى في رمضان بالظبط. يعني عارف حضرتك هتبقى مشكلة. انت عارف حضرتك طقوس رمضان والعشر أواخر من رمضان، وفي ناس كتير قوي بيبقى مثلا حتة الالتزام بتاعها بيبقى صعب جدا. طبعا حتة ان انا اعمل اعدادي في شهر رمضان بعد كده ابدا في الاسبوع الاول بعد العيد هتبقى صعبه يا كابتن مدحت. ودي حضرتك يعني كحضرتك يعني حضرتك مدرب وعارف ان القصه هتبقى مختلفه. هتعمل ايه؟ ما هو ده الوضع. هو طبعا لو هذا الوضع هتشتغل، بس هتبقى صعبه يا كابتن مدحت. هتبقى صعبه علينا جدا جدا جدا. اتفضل مسؤول. I don't think they're gonna do it. هم هيبتدوا في اول سبتمبر. You know, you have first maybe in 10 first, or the thing that we end now half of July. احنا هنخلص في 11 في نص 7 تقريبا. A new restart of انا شايف ان المفروض بداية الدوري السنة الجاية end of September. تبقى في آخر شهر 9. You may not forget, and that's also important for Egypt football. ده مهم جدا للكرة المصرية. الأهلي هيلعب 6 ماتشات في البطولة الأفريقية لحد شهر سبتمبر، من اول شهر 7 لحد سبتمبر. لازم ندي الاهلي الحريه ان هو يقدر يأهل نفسه في الست ماتشات دول. You know, that's so difficult to prepare. ده صعب في رمضان ان انت تعمل فتره اعداد. ده الكلام ده للفرق كلها. I believe also that the federation will use their minds. أنا شايف إن اتحاد الكورة لو فكروا في الموضوع الدوري يبتدي 25/9. ده هيبقى كويس. ومتهيألي دي تبقى أوقع كابتن مدحت. بيتهيألي أنا ما عنديش طبعا أي تأكيد بالميعاد اللي أنا قلته يعني، لكن أنا مجرد سمعت إنه بعد رمضان هيبتدي الدوري يعني. سمعت. عارف حضرتك برضو شهر 8 عارف حضرتك بيبقى عندنا حر شوية. But yeah, there are a lot of rumors here in Egypt. عندنا إشاعات كتير هنا في مصر. But not in مساء الأنوار. Not in this program. Not in this program. You must know that. Okay, I apologize. أنا بتأسف مش قصدي. يعني from on your point of view, Mr. Walter Moyes, which is the best team in Egypt now? أحسن فرقة في مصر دلوقتي وليه؟ When I have to talk about the second round. لما اتكلم على الدور الثاني. At the general, the league. Play. لا بتكلم بوجه عام. Yeah, what Al Ahly did, that's when you see to the results. اللي الأهلي عملوا في النتائج. They took 31 points. واخدين 31 نقطة. They were maybe not always so attractive in their games. ممكن ما كانوش بيشدوك قوي في لعبهم. Last time really good games also, but now again. لعبوا فترة شوية كورة حلوة قوي. Played in the first round really very good football. الزمالك في الدور الأول لعب كورة هايلة. In the first round the football of Petrojet. وكنت عاجبني في الدور الأول كورة بتروجيت. Surprising that they took so less points in the second round. أنا مستغرب شوية إن هم في الدور الثاني خدوا نقط أقل بكتير. I don't know the ما اقدرش احكم على ده لان انا ما اعرفش الظروف اللي عندهم.
ممكن تدريب سيء. لا طبعا. المدرب اللي مشي من بتروجيت كلمت معاه كابتن حلمي بصفه دايما. كابتن حلمي طولان انا معجب بيه، مدرب كويس جدا. بس في اوقات طبعا في حياه اي مدرب ساعات ما بتمشيش زي ما انت عايز، وفي حاجات ما بتبقاش مالكها في ايدك، ساعتها انت الضحيه. دي وظيفتنا. It's difficult to say that's the best team or best team. ما اقدرش اقول انهي الفرقه الاحسن، بس الفرق اللي تحب تتفرج عليها مقصه. I think Haras Hadoud can also better than they showed. حرس الحدود عندهم حاجات يقدروا يبينوها اكتر. الزمالك والاهلي كمان فرقه الشرطه فرقه منظمه جدا، صعب تلعب ضدها. كل لعيب عارف مكانه، بس دي فرقه دفاعيه. انا بقول عليها فرقه منظمه. Therefore I said always, therefore I like to work here. أنا حابب أشتغل في مصر. When I compare it with the league in Morocco, لما أقارنه بالدوري في المغرب الفرق شاسع. You know, in Morocco everyone plays on 0-0. في المغرب كلهم بيحاولوا يلعبوا على نتيجة 0-0. ممكن ساعات 1-0 أو 0-1. لا هنا في مصر بتشوف كرة هجومية أكتر، كرة ممتعة أكتر، بتشوف مهارات هجومية للعيبة بتلعب أحلى. نفس السؤال، مين أكتر فرقة بالنسبة لك أنت كابتن هشام أنت شايفها لعبها حلو يعني بتمتعك؟ لا حلو غير يعني مثلا أنا ليا طريقتين. حلو ما فيش خلاف على المقص. ما شاء الله انتوا الاثنين مجمعين على المقاس. مفيش خلاف يعني. كفرقه بتلعب كوره وفيها متعه في لعبها. هم يمكن انا كان قبل كده كمان كان بيمتعني قوي بتروجيت، لكن هم السنه دي في دروب انا مش فاهم القصه فيها ايه. وده برضو وارد مع الفرق كلها، لكن انا بحب قوي قوي الفرق المنظمه. يعني انا بختلف شويه، يعني انا بحب قوي قوي فرقه الشرطه. وبحب قوي قوي تنظيم، لان انا ده الشكل اللي انا كنت بشتغل بيه دايما. فبحب قوي الشغل المنظم بتاع كابتن طلعت. لكن انا لما تيجي تقول لي اتفرج وتمتع تكتيكيا، اقول لك كابتن طلعت يوسف. احب اتفرج على الشرطه واتابعه من ايام ما كان في الجيش، لان انا بحب الشكل ده. لكن انا ككوره كابتن طارق يحيى. By the way, which of the Egyptian players you admire? مين اللعيبه المصريه اللي انت بتعجب بيها؟ There are a lot. في لعيبه كتير. I find شيكابالا I'd like to see him احب اتفرج عليه playing when he in the months November and December. فترة نوفمبر وديسمبر في الاشهر دي بالذات هو لاعب كورة حلوة جدا، كان بيصنع اهداف، كان بيسجل، كان بيتحرك. Because in the beginning of the season I saw him also. في بداية الموسم انا شفته. That time he was still I think with كان لسه troubles in his mind. ممكن كان بيفكر في احتراف او مع اندرلخت او كده. I like him. لكن انا معجب بشيكابالا. في لعيبه ثانيه كويسين. like Hefni played in ايمن حفني طريقه لعبه في المقصه. My God, he played so well. لعب كويس جدا. Maybe I may not say that, but I ممكن ما اقدرش، مش مسموح لي ان انا اقول ده، بس انا شايف ان هو مش مبسوط قوي. He's not anymore the Hefni of لان هو مش هو حفني بتاع المقصه. بس ده لعيب كويس جدا. احمد عبد الظاهر لعيب امبي، انا معجب بيه جدا. دايما بيقطع على العرض القريبه، على طول حاضر، كابتن كويس، على طول بيقاتل. عندكم لعيبه كتير كويسين. محمد بركات، ابو تريكه. You didn't mention that. ما ذكرتش بركات او ابو تريكه. They are good players, but دول لعيبه كويسه طبعا. When you see them playing, which one بس انت بتسالني دلوقتي اللي انا شفتهم. حسين حمدي بتاع المقصه، اللاعب الطويل في المقصه. I'm an outsider. انا لعيب جاي من بره، انا مدرب جاي من بره، وبحكم على اللي انا بشوفه. انا ما بشوفش التاريخ. انا عارف طبعا ابو تريكه عمل شغل رائع للاهلي الفترة اللي فاتت، بس ممكن السنة دي هو غير محظوظ. بركات نفس الكلام تقريبا، بس هم طبعا لعيبة كويسة وأثبتوا ده. You want to see them at the moment. أنا بتكلم على اللحظة دي، أنت قصدك إنك تتكلم على اللحظة دي. أنا بتكلم أما بتسألني أنت شايف إيه اللعيبة كويسين، أنا بتكلم على اللي أنا شايفه دلوقتي. وطبعا أنا نسيت ناس، في لعيبة تانية كويسين. هل في حد تحب تفكره؟ I want to say something from my players also. عايز أقول حاجة على لعيبتي طبعا. Sometimes they astonish me. ساعات بيذهلوني. With all my respect for all my other players, because I love them also. كل احترامي لكل الفرق. What Assured did
لكل سوريا انا اسف، لكل احترامي لكل اللعيبه اللي عندنا. عاشور السنه دي عمل شغل رائع للنادي، سجل 9 اهداف. ساعات في ماتشات ما بيبقاش موفق فيها بس لازم تتفرج عليها. You saw أحمد حسن in your country and also here in الأهلي. شفت أحمد حسن في بلجيكا وكمان شفته هنا في الأهلي. أنا شايف إن هو غير محظوظ السنة دي بإصابة الركبة. You know he has a very big name in Belgium. عنده اسم كبير جدا في بلجيكا. He played very well there. لعب كويس جدا هناك. Decisive for Anderlecht. كان مهم جدا لأندرلخت. And he's a special guy. وراجل مميز. He's a special guy. راجل مميز. But he's a good footballer. لعيب كورة كويس طبعا. He was unlucky this season. هو غير محظوظ السنة دي، مش موفق السنة دي. يعني فاضل لي معاكم 3-4 دقايق. بس أنا هضيف 2 لعيبة على المجموعة دي. أقول. يعني أنا في 2 لعيبة. يعني أنا عارف بتمتع وانا بتفرج عليهم. ولد في الشرطه وفي الجيش. حسام عبد العال. حسام عبد العال ده انا متهيألي لو في اهلي او في الزمالك ميد فيلد الولد ده لو في اهلي او في الزمالك كان زمان دلوقتي هو العمود الفقري بتاع منتخب مصر. وحتى حظه لما راح الزمالك، متهيألي راح الزمالك اتصاب، عمل عمليه ورجع. الولد ده لعيب محوري رائع رائع رائع. يعني انا بتمتع وانا بتفرج عليه. الثاني الفيرو بتاع الشرطه صلاح عاشور. محطة بيشتغل وتحركاته. يس نمبر 11. تحركاته تحس ان انت مثلا ايه الموضوع سهل. في لحظة يخطفك ويجيب جول. ويمكن القصة دي عندنا في يمكن قريبة عاشور. عاشور يفضل ساكت، تحس انه واخد بالك جنبك راجل طيب ما بيفكرش في حاجة. وفي ثانية كلفتك ويروح يجيب جول. دي حقيقة، يعني لعيب محترم جدا واحنا بنقدره جدا. ويمكن يعني مش عايز اظلم ان احنا الخط الهجوم بتاعنا احنا زمان ان كان عندنا فيه يعني قله شويه. النهارده اتظلم عاشور، اتظلم مكي، اتظلم الاغا ده عايز اقول لحضرتك من الفراوده الجيدين جدا اللي ضاف. بس هو حظه ان هو دخل علينا في اخر اسبوع ما لحقش ينفض اعداد واعتمدنا عليه بدري. وبعد كده بقى يروح في الفترات اللي احنا كان فيه فتره فيها توقف عشان نقدر نعمل له اداء جيد. كان يروح منتخب سوريا يلعب ماتشات فيرجع في مشكله. فدي برضو من الحاجات اللي فرق كتير جدا مع الاغا. فيعني الحمد لله وان شاء الله. مستر ماجد سامي phoned me yesterday. He told me that وادي دجله have a good youth. قال له ان وادي دجله عنده لعيبه ناشئين كويسه. about 15 16 years. and he said that وادي دجله have the ability to compete and win the league after وادي دجله عنده القدره ان هو ينافس ويحاول ينافس على الدوري كمان 3 سنين بالكتير. هو بيتكلم تقريبا على اكاديميه، متهيألي بيتكلم على اكاديميه جي ام جي بيتمرنوا في السخنه. وعندهم اكاديميه زيها في بلجيكا. ومستر ماجد بيعتمد على اللعيبه دي في تطويرها وفي نموها ان هم يقدروا يتطوروا ويقدر يجيبهم الاول لوادي دجله وساعتها يقدروا بعد كده يروحوا لاوروبا او حتى يروحوا على طول لاوروبا. لما بيتكلم على لعيبه ماهرين بيتكلم طبعا على اكاديميه جون مارك. عندهم هم كويسين فعلا وعندهم طريقه تعامل معينه. يعني اخر سؤال، هل ما عندكوش جمهور بيشجعكم وبيمشي وراكم؟ هل دي نقطة يعني بتتمنوا ان هي تتغير او وتغييرها ازاي؟ هو احنا لما كنا بنلعب في النادي يعني حضرتك كنت تتخيل، يمكن حضرتك شفت ماتش الصعود معانا في نادي السكة والدنيا اختلفت. واحنا عندنا في النادي برضه عارف الامور بيبقى احنا قريبين من جماهيرنا، اعضائنا موجودين بيجوا الملعب، فالامور بتختلف تماما. هي دلوقتي المشكله ان احنا عارف بنلعب في استاد الكليه الحربيه، فعارف برضو الامور في مدارس في ظروف خاصه اللي في اشغاله. لكن بالعكس هو النهارده كان ماتش الساعه 4 بيخلص شغله وفي المعادي يجي على الملعب. لكن دلوقتي في الكليه الحربيه محتاج عشان يروح مش اقل من ساعه ونص. اختلاف الامور ان في ولاد في مدارس في اشغال، فهي الدنيا لسه الدنيا بس محتاجه. ويمكن احنا خدنا وعد الباشمهندس ماجد سامي باستاد عالمي، بس هو يعني قال ادوني فتره ان انا اجهز حته ارض كويسه. فين؟ لسه
هو لسه بيحط عينه على حته. انا عارف حضرتك برضو الباشمهندس ماجد حلمي، استاذ هاني فؤاد، حضرتك مجلس الاداره دول. Would you like to comment? I have a suggestion. عايز اقول اقتراح. You're well known here in Egypt. انت حضرتك معروف هنا في مصر. Your program is followed by a lot of. وبرنامجك ناس كتير بتتفرج عليه. We make a kind of agreement. هنتفق اتفاق. If you talk every week positive about Wadi Degla. لو اتكلمت كل اسبوع بايجابيه على وادي دجله. هتساعد الفرقه. Depend on the results of course. على حسب النتيجه طبعا. الخمسه اللي بيجوا ورانا. It's only a suggestion. ده اقتراح. الخمسه اللي بيشجعونا.